بالنسبه للستريس ان شاء الله بالنسبه لنا حنايا كجمهور حنا ماشي بزاف ستريسي، لان هذا تنزانيا عاوتاني ماشي فريق كبير بزاف اللي نخافوا منه. وبالنسبه للجوار ان شاء الله هما دي جوار بروفيسيونيل، دونك ان شاء الله غادي يجيريو هذا الستريس هذا. بالنسبه لنتيجه المقابله كنظن 2-1 لصالح المنتخب الوطني. وان شاء الله توقعات الشعب المغربي لهذه المقابله عندنا ان شاء الله نكونوا نربحوا 3-0 بالنسبه لي انا. نتمنى ان شاء الله المغرب يقدم هذا النهار مقابله جيده، ونتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله. الحمد لله التنظيم جيد ودخلنا بسلاسه الحمد لله، وحنا فرحانين. وانا جيت من الديار الالمانيه وجاي للمغرب باش نحضر لهذا الحفل ان شاء الله اللي يكون للمغرب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الله يحفظكم كاملين. مقابله المغرب اليوم ان شاء الله غتكون مقابله صعيبه شويه، حيت الجمهور عارف الادغال الافريقيه ما فيهاش ما تسهل وما تصعب، ولا سيما عندي تخوف من المدرب ديال تنزانيا، عنده خبره في ملاعب افريقيه، ولا سيما درب في البطوله المغربيه، درب حسنيه تقادير، وعلى ما اظن درب مغرب فاسيه. تكون مقابله صعبه وان شاء الله غنقتنصوا الفوز ان شاء الله، والكوتش الوليد الركناكي غيدير مقابله مزيانه ان شاء الله وغنربحوا ان شاء الله. وانتم عارفين في الاخر ما يقولوش هذا لعب مزيان وهذا لعب ناقص، وان شاء الله ما يكون غير خير، ونديو هذا اللقب ان شاء الله ويبقى هنا في المغرب ارض الشرفه بجهه الله ومربوحه. جينا من مدينه بني ملال انا والصديق ديالي خويا، جينا انا وياه من مدينه بني ملال باش نتابعوا هذه المقابله هذه اللي كنتوقعوا فيها التاهل ان شاء الله للمنتخب المغربي. وعلاش لا ما نوصلوش للدومي فينال والفينال ان شاء الله، والعزيه تبقى في المغرب ان شاء الله.